اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة بقى نعمل مع بعض ونكمل مع بعض سلسلة التنظيف والمشتريات والتوفير. والنهاردة بقى هنعمل مع بعض البرسيل جل للعبايات السوداء والملابس الغامقة، يعني ايه الجينز والعبايات السوداء وكده. وهوريكم كمان طلع لي مفاجأة، بصوا طلع لي هدية. المنتجات دي ساعات بيبقى فيها هدايا وساعات لأ، فالمرة دي الحمد لله ربنا كرمني وطلع لي هدية. طلع لي مكتوب في هدية إن كسبت مخمرية هدية. لما اجي بقى اطلب اوردر تاني المرة الجاية اسلمه بقى الهدية ديت، يديني ايه اللي طلعت فيها، يعني طلعت المخمرية ديت يسلمها لي. بصوا بقى، الأكياس ديت عبارة عن زي ما احنا شايفين كده معجون كده، وكيس تاني فيه بودر. احنا هنعملهم مع بعض، بيكون كل كيس فيهم مكتوب هيعمل معانا كمية قد ايه، وسعره وطريقة التحضير بتاعته. ده انا كنت جايباه ب40 جنيه، بيعمل حوالي 6 لتر. احنا عندنا هنا مثلا لو الاماكن اللي هي الشعبية والاسعار اللي هي بتعمل عروض وكده، الاماكن اللي بتعمل عروض وبتبقى اسعارها رخيصة مثلا، بيبقى الكيلو مثلا ب10 جنيه. لو احنا هيعمل معانا 6 كيلو هيبقى مثلا ب60 جنيه، وممكن يعمل اكتر، ممكن تزوديله لتر او 2 كمان، بيعمل كمية حلوة جدا. ده هنا بتاع العبايات السودا والبرسيل جل، يعني العبايات السودا. انا بغسل بيه اي حاجة بقى غامقة، الملابس الغامقة كلها. بصراحة جميل جدا، انا جربته والله العظيم يا بنات، نظافة وريحة وكل حاجة، وكمان توفير زي ما بنقول، لانه بيعمل معانا كمية حلوة وبسعره حلو جدا. انا بصراحة من ساعة ما صاحبتي قالت لي على الفكرة دي والمشتريات دي، وانا بصراحة معتمداها، وبجيب منها كمية بتقضيني ما شاء الله شهر واتنين كمان، بتقعد معايا مدة حلوة جدا. وكفاية ان هي بتبقى موجودة عندي في البيت، يعني ما بحتاجش ان انا اجيب كل كيلو لوحده. ممكن انسى، ممكن ما اروحش ناحية المكان اللي فيه المنظفات، يعني اي حاجة ممكن يكون معايا طلبات السوق وما اروحش ناحية الصبانة اصلا بتاعة المنظفات. المهم ان تبقى الحاجة عندي في البيت. بصراحة دي حاجة انا بالنسبة لي فارقة معايا كتير. هنا بقى هنحط الكمية اللي هو قايل عليها اللي هو 6 لتر، ولو انت عايزة تزودي براحتك. بصوا بقى انا بوريكم الرغوة، ما شاء الله وريحته جميلة جدا. بجد المنظفات دي بجد عملت معايا، يعني عملت معايا الصح، نظافة وريحتها حلوة ورغوتها حلوة وكمان موفرة زي ما قلت لكم بالظبط. هنا بقى انا زودت الكمية شوية علشان تقعد معايا، وفي نفس الوقت ما تكونش تقيلة قوي لما بحطها في الغسالة، محتاجش ان انا اخففها ولا حاجة. انا ظبطت كده الكمية دي مناسبة، وفي نفس الوقت السمك بتاعها حلو. هبتدي بقى ان انا استنى لما شوية كده تهدى، الرغوة دي تهدى شوية عشان اعرف اعبيها في الازايز او في الجيركن، ايا كان اللي عندك هتعبي فيه. انا عندي هنا ازايز وما كفتش بقى الازايز، عبيت في جيركن. بصوا المكون اللي هي الطريقة بتاعت الصابون او البرسيل جل دي، المفروض ان احنا نصبر عليها 4 ساعات، لان هي بتتجانس مع بعضها، والمكونات كده بتختلط ببعضها جامد وبتتقل، وبيبقى سمكها احلى من احنا شايفينها دلوقتي. بصوا انا بوريكم السمك دلوقتي اهوت. اما اجي بقى استخدمها بعد 4 ساعات مثلا، يعني اقل حاجة ان انت ما تستخدميهاش الا بعد مرور 4 ساعات، بتحسي بقى ان هي تقلت شوية عن ما هي دلوقتي قدامك. انا جربت من عندهم الشاور والبرسيل جل والصابون المواعين والدوني زي ما شفنا في الفيديو اللي فات. المهم يعني المشتريات اللي احنا جبناها كلها المرة اللي فاتت. بصوا بقى انا عبيتها هيت، ادتني اللون اللي هو الشفاف دوت. وكمان كان في جيركن عبيته برضو اللي هو فيه. بصوا طلعت معايا كمية حلوة قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم.